طب كلمنا عن نفسك. انا كوكو يا عمو. نعم يا حبيبي كوكو. ما تنشف ياض شوية، اسمك ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي في تعليق وادعي لاخواتنا في غزة، واسمع رسالة المعلم عظمة في آخر الفيديو. منور يا حبيبي. ده نورك يا عمو والله. معلش يا ابني، اعذرني، ايه البتاع اللي انت جايبه ده؟ ده درع التيك توك يا عمو. التوك توك؟ هم عملوا بطولة لسواقين التكاتك امتى؟ تكاتك ايه يا عمو؟ اسمه التيك توك. وادوك درع ليه؟ بيكرموك على مجمل اعمالك؟ لا يا عمو، عشان وصلت 1,000,000 فولورز. هو انت من بتاع كبسوا وشهيار واعملوا اكسبلور؟ لا يا عمو، ده كان زمان، دلوقتي بعمل محتوى هادي. هادف. المهم يعني ايه المطلوب؟ انا يا عمو جاي عايز اطلب ايد بنتك. ازاي يا ابني؟ فين الاصول؟ فين ابوك ولا عمك؟ جاي كده لوحدك عايز تخطب؟ لا يا عمو، ده كان زمان، دلوقتي احنا في زمن الشير والاكسبلور. طب كلمنا عن نفسك. انا كوكو يا عمو. نعم يا حبيبي كوكو. ما تنشف ياض شوية، اسمك ايه؟ كريم يا عمي. حلو كريم، امال ايه كوكو دي؟ كوكو دي النيك نيم. لا يا حبيبي مفيش الكلام ده، استرجل شوية. حاضر يا عمو. عندك كام سنة؟ 18 سنة. ايه 18 سنة؟ ومستعجل ليه يا ابني على الهم بدري كده؟ قلت لك يا عمو احنا في عصر الشير والاكسبلور. وبتشتغل ايه؟ انا يا عمو توك توكر وعندي 1,000,000 فولورز. وده يخليك تفتح بيت يعني؟ ايوه، يعني في يوم لو الدنيا زنقت هتبيع لك شوية فولورز، ولا هتأكل مراتك لايكات واكسبلورات ولا ايه؟ مش هتزنق يا عمي، انا ناوي لما اتجوز اوسع النشاط. حلو، هتعمل مشروع بقى وتشتغل على نفسك. مشروعي بس، وليه هعمل مشروع وادخل وادفع فلوس كتير واخسر؟ امال هتوسع النشاط ازاي؟ معلش مش فاهم. بص يا عمو، انا ومراتي هنعمل تيك توك ونفتح لايفات. وتخليها تهزها تجيب رزقها وتركب انت قرون. لا يا عمو، انا هقدم فن هادف. سمعت انا الجملة دي فين قبل كده؟ احنا بنقدم فن، واقسم بالله احنا مش بتوع فلوس. بيومي فؤاد. ده كان فاضل شوية وينزل يبوس رجل راعي الفساد في السعودية تركي اللي مش شيخ، ويقول لك احنا مش بتوع فلوس. ده لو قالوا له في اعلان بزازات تعالى اعمله هيجري يعمله. يا عمو بلاش نغلط في الزملاء لو سمحت. هو خلاص انت بقيت ممثل وكده؟ هو كل من هجس وعمل فيديوهات على التيك توك بقى ممثل؟ امال ايه يا عمو؟ اكبر دليل على كده الفنان كروان مشاكل. كروان مشكل؟ مش ده الواد اللي ألدغ في جميع حروف اللغة العربية؟ خلاص هيتحبس. ايه؟ خلينا في المهم يا عمو. قلت ايه؟ في ايه يا ابني؟ في موضوعنا الجواز يا انكل. طب يا ابني انت بتدرس ايه؟ انا سبت المدرسة. هو ينفع هو ايه؟ تسيب المدرسة والحصة وتيجي تخطب؟ طب استنى في الفسحة. انا سبت التعليم خالص يا عمو. ايه ليه يا ابني؟ ده العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اصل بعد ما اتعلم واضيع زهرة شبابي في التعليم هطلع وادور على شغل واشتغل، وفي الاخر هاخد كام؟ ده لو اشتغلت اصلا. هتاخد لك مش اقل من 3000 جنيه. انا ممكن اجيب 5000 جنيه في ساعة. العلم نور يا ابني، ثم ال 3000 وانت تعبان وشقيان فيهم طعمهم احلى. ما انا بتعب في ال5000 برضو يا عمو. انا صوتي بيتنبح. كبسوا شيروا بوسوا الداعمين. تسلم يا ابو نواف. عارفهم انا العيال اللي بتطلع تتنطط دي يا ولاد الكلب، بتعملوا كل الفلوس دي. انا من الاول قلت انت بتاع شيروا وكبسوا وضيفوا الداعمين. ده رزق يا عمو، والرزق بيحب الخفية، والبركة في اخواتنا الخلايجة. انا عندي ابو نواف داعم مغافقة، داعم محترم، يدخل يديني الاسدين اكسب التحدي. وبيستفاد ايه لما يكسبك التحدي؟ الاحكام اللي بنحكمها في اللايف. ما هو برضه لازم تدخل لايف مع حتة صاروخ كده، حتة انثى، ودول مفيش اكتر منهم النسوان الشقيان على التيك توك. وهم بيدفعوا عشان يتفرجوا على لحم بناتنا واخواتنا. ده لعب يا عمو. لعب؟ وده الفن اللي بتقدمه؟ لا، وعايز تتجوز كمان عشان تقدم فن بلحم رخيص؟ ما هو يا عمي. اخرس يا حيوان، عشان الفلوس تسيب التعليم؟ هو ايه الجهل اللي بقينا فيه ده يا رب؟ انت عارف يا كوكو، انا لو شفتك في الشارع صدفة بعد كده هكون معلقك في عمود كهرباء. شايفين يا فانزاتي اغلى من بوكسراتي؟ عمو بيهددني في اللايف. هو ايه البتاع اللي هناك ده يا حيوان انت؟ ده بس مباشر على التيك توك عشان اوثق لحظة الخطوبة. بس ومباشر وعايز توثق؟ لا، طالما عايز توثق فتعالى بقى وثق العلقة اللي هتاخدها. ما بالراحة يا عمو. اخرس ولا كلمة. بلاش هنا بلاش هنا يا عمو والنبي، بلاش هنا. رسالة لاخواتنا وحبايبنا اللي بيتفرجوا ويهربوا. عيب. اعمل لايك يا اسطى واشتراك
وشارك الحلقة مع أصحابك. أما بقى رسالة للناس اللي بتقول إن إحنا بنقلد وإحنا بنعمل ونسوي، اللي هلمحوا منكم همرجحوا بس، وقد أعذر من شنظر. أخوكم المعلم عظمة.